ليه لازم تفكر انك تشتري لابتوب اكتر من انك تفكر انك تجيب موبايل؟ بص بقى، ببساطة كده شديدة، الموبايل هو جهاز مستهلك، اللابتوب هو جهاز منتج. فهنفترض دلوقتي ان انت معاك 20,000 جنيه عشان تفكر انك تشتري موبايل، فهتشتري موبايل في فئة سعرية متوسطة، حاجة كده يا دوب تشغلك سوشيال ميديا، تهلكك سكرول وتخلص الباقة بتاعتك. لكن لو معاك ال 20,000 جنيه، تعالى اقسمهم لك تقسيمة تغير مستقبلك تماما. لو فكرت انك تجيب لابتوب هتقدر تشتريه ب 15,000 جنيه تقريبا. مش لازم خالص في الاول تجيب حاجه جديده، ممكن تجيب حاجه وارد خارج، وبكده اتبقى معاك 5000 جنيه تقدر تستثمرهم وتتعلم اي مهاره من مهارات الدخل السلبي. لو افترضنا بقى انك اتعلمت جرافيك ديزاين على الجهاز اللي انت جبته جديد، فمتوسط سعر الساعه بالدولار على مواقع العمل الحر بتتراوح ما بين 5 ل 10 دولار في الساعه، وممكن نشتغل على اقل سعر اللي هو 5 دولار في الساعه. وهنفترض برضو يا سيدي انك بتشتغل مع عميل واحد، نفترض برضو انك مش هتشتغل الشهر كله، هتشتغل 15 يوم بس. 15 يوم في متوسط سعر الساعه بالدولار، اللي هو الدولار دلوقتي عامل 50 جنيه تقريبا، تلاقي نفسك بيخش لك وسط جامعتك 4000 جنيه في الشهر. انا عارف كويس قوي ان هم ممكن يكونوا ما بيعملوش حاجه، ولكن خلي بالك تاني انك لسه بتبدا، وان سعر الساعه بتاعك ممكن يوصل ل 15 دولار لما تبقى شاطر، وهتلاقي نفسك بتقبض بال 50 وال 60 الف جنيه في الشهر. وساعتها بقى انت هتقدر تجيب احلى موبايل انت نفسك فيه. مش بس كده، انت تكون شخص منتج، مش بتستهلك في طاقتك ووقتك على الفاضي. وخلي بالك ان اكبر الشركات بدات بخطوه واحده، فممكن تبقى الخطوه دي هي اللي توصلك لشركتك. وانا مايكل مصري، بساعدك انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو.